في المرحلة دي الكل فاهم إنه مضيق هرمز مصدر مهم لقوة التفاوض بالنسبة لإيران. لكن القوة الحقيقية لهرمز مش بس إن إيران تقدر تستخدمه علشان توقف تجارة النفط العالمية. المهم هو إزاي إيران تقدر تعمل كده. وده بيرجع لديناميكية تفاوض إحنا لسه ما تكلمناش عنها في أكتر من 4 سنين مع بعض. ده كان واحد من الأسباب اللي خلت الصراع في إيران يبدأ من الأساس. وهو كمان بيعبر عن مشكلة ممكن نقابلها قريب في الشرق أكتر لو جرينا تاني لعالمنا الأوسع اللي في حالة حرب. فعلشان نديكم فكرة عن رحلتنا النهاردة هنبدأ بفحص حاجة اسمها القدرة على طرح المقترحات، وإزاي الدول بتوصل لاتفاق معين وسط كل البدائل المتاحة. وبعدين هنتكلم عن ليه توازن القدرة على طرح المقترحات ممكن يحدد إذا كانت الحروب هتقوم بسبب تغير القوة العسكرية. وفي الآخر هنشوف إذا كانت تايوان تقدر تعمل حاجة إيران ما قدرتش تعملها واللي كان ممكن تقلل المشكلة. بس خلينا نبدأ بمشكلة التفاوض الأساسية. دلوقتي انت فاهم ان تكاليف الحرب بتضمن وجود مجموعة من التسويات اللي الطرفين يقدروا يقبلوها، ودي بتكون حوالين النتيجة المتوقعة من القتال سواء كان الموضوع في أوكرانيا أو إيران. اللي غالباً ما بنتكلمش عنه هو أي صفقة من الصفقات دي هي اللي الأطراف في الآخر بيتفقوا عليها. والسؤال ده مش بسيط، في اختيارات كتير جداً وفيه تبعات كبيرة على توزيع المكاسب والخسائر بتترتب على اختيار واحدة عن التانية. فعلاً حد سأل عن المشكلة دي بالضبط لما طلبت اقتراحات لمواضيع للسلسلات الجديدة على لاينز ومابس إكسترا؟ إجابة كويسة محتاجة أكتر من ال8 دقايق اللي بحاول ألتزم بيهم هناك، وعشان كده إحنا هنا من غير ما نسيب أي تفاصيل مهمة. باختصار، لو أنت اللي تقدر تقترح تقسيمة معينة ساعتها حياتك هتكون كويسة نسبياً. في النهاية لو روسيا قدامها تختار بين الخط الأسود ده والحرب، الخط الأسود هيكون أحسن من البديل. بس هو أحسن بكتير جدا من البديل بالنسبة لأوكرانيا. المشكلة إن تقديم اقتراح في السياق ده مش معناه حرفياً إنك ترسم خط على الخريطة وبعدين تبعته لخصمك، لكن المقصود هو إنك تقدر تهدد خصمك بشكل مقنع إنه لو ما قبلش العرض اللي أنت قدمته يبقى البديل الوحيد قدامه هو إنه يبدأ حرب. هقول لك طريقة بسيطة تحقق بيها الهدف ده. تخيل إنه الشيء اللي عليه النزاع هو الأرض اللي بين العاصمتين بتوعكم. ساعتها ممكن قواتك تتراجع لحد خط معين، ده بيبقى العرض الفعلي للطرف الثاني. خصمك يقدر ياخد كل الأرض لحد الخط ده، بس أول ما يعدوا الخط ده في قوة صغيرة موجودة هناك، وأي تجاوز ليها يبدأ الصراع. يعني يا الخط اللي مرسوم يا الحرب. هي نفس الفكرة الأساسية لفكرة وجود قوة أي تجاوز لها يشعل الحرب. أنت مش عايز تكون في موقف الطرف الثاني يقبر فيه يدخل منطقة متنازع عليها وياخد السيطرة الفعلية عليها من غير ما يشعل حرب مكلفة؟ بمعنى تاني، قوات الردع بتحمي قدرة الدولة على فرض مقترحها. وده بالمناسبة هو السبب اللي يخلي أوكرانيا تكون متفائلة شوية بخصوص شكل التسوية النهائية مع روسيا. أوكرانيا عندها السيطرة على الشيء اللي روسيا بتتمناه، وعلى الرغم من الضجة الإعلامية حوالين مين اللي بيتحكم في العروض اللي بتدور في موسكو، في النهاية أوكرانيا تقدر تحدد بنفسها التقسيم المقترح بمجرد إنها تحط جنودها على الخط المناسب. الاتفاق النهائي ممكن ما يكونش ممتاز مقارنة باللي كان الوضع عليه في يناير 2022، بس هيكون من أفضل البدائل اللي عند أوكرانيا، ولسه كفاية إنها تقنع روسيا توقف. حبيت أفكركم إني عندي فيديو على القناة التانية بيشرح نظرية التفاوض وقت الأزمات لو كل الكلام ده كان غريب عليكم. الفيديو ده جاي من كورس IRL مقدمة في العلاقات الدولية، وبصراحة ده عمل لي مشكلة كبيرة، واللي سبونسر فيديو النهاردة تشات LLM من أباكوس AI ساعدني أحلها. بص، الفيديوهات دي كانت من غير سكريبت، كنت أقدر أستخدم أدوات معالجة الصوت عشان أطلع نص مكتوب، بس ده كان بيخليني معايا نص غير منظم، مش بالظبط ده اللي كنت عايز أديه للطلبة كمادة مكتوبة يذاكروا منها. يعني ببساطة
أدخله على نموذج لغوي كبير وهو يقسم الجمل لفقرات مضبوطة، صح؟ استنى شوية. بعض النماذج قررت تعيد كتابة النص بالكامل كأنه محاضرة مختلفة تماماً. وده اللي رائع في شات LLM. اشتراك واحد بيديك وصول لكل أفضل الخدمات المستقلة: كلود أوبوس، جروك، جيميناي برو، تشات جي بي تي، ديب سيك، وكمان كتير غيرهم. يعني لو ما عجبنيش الرد من نموذج معين، ممكن ببساطة أضغط وأتنقل للنموذج اللي بعده. شات LLM كمان في توليد صور من فلكس ونانو بنانا، وتوليد فيديو من سورا وكلينج. ومن خلال الدخول على شات LLM اباكوس AI/lines on maps تقدر تحصل على أول شهر بسعر $7، وبعد كده $10 في الشهر. فشكرا مرة تانية لتشات LLM من اباكوس AI على رعايتهم لفيديو النهاردة. نرجع تاني لإيران. الموضوع في مضيق هرمز إنه إيران عندها فعلياً سلطة طرح الشروط فيه. محدش في طهران محتاج ياخد إذن من واشنطن عشان يبدأ يفرض رسوم مرور. هم ممكن ببساطة يعلنوا إنه نظام الرسوم بقى ساري وكل الناس لازم تدفع وإلا هتعرض نفسها للخطر. واضح إن ده تصرف أمريكا هتعترض عليه. البحرية الأمريكية أكتر حاجة بتحبها هي حرية الملاحة للعالم كله، وإن الدول تفرض رسوم حماية على الممرات المائية الطبيعية ده مرفوض تماماً. ممرات مائية صناعية عادي، اعمل اللي انت عايزه. بس هرمز ده من عند ربنا، وأي رسوم عليه تعتبر ضريبة على التجارة الدولية. وده بدوره بيكسر ركن أساسي من النظام العالمي اللي الحلفاء تعهدوا يحافظوا عليه حتى قبل ما الحرب العالمية الثانية تخلص. دلوقتي قدرة إيران على محاولة فرض رسوم بشكل أحادي مش معناها إنها هتنجح في خطتها دي. الولايات المتحدة دايماً تقدر ترفض الاقتراح ده وتبدأ الضربات اللوية. قوة الاقتراح مش معناها إنك تقدر تفرض التقسيم النهائي بين الأطراف. ده بس معناه إنك تقدر تحاول تطبق نظام من غير ما تحتاج تعاون مباشر من الطرف الثاني. وبرضه موقف هرمز مش معناه إنه إيران عندها سيطرة كاملة على كل قوة الاقتراح. الولايات المتحدة مثلاً بتتحكم في النظام الاقتصادي العالمي، وعلشان كده واشنطن تقدر تحدد النسبة اللي إيران تقدر تشارك بيها فيه. بس الجزء من قوة الاقتراح اللي جاي من هرمز معناه إن إيران عندها سيطرة أفضل على مكان التسوية اللي هتحصل جوه نطاق التفاوض. وبالتالي ده معناه إن إيران هتحصل على نصيب أكثر جاذبية من الشيء اللي بيتفاوضوا عليه في أي تسوية يتم التوصل ليها. لو بصينا بشكل أوسع لحد دلوقتي باين إن وجود قوة الاقتراح كله إيجابيات. وفعلا من بين عدد لا نهائي من الطرق اللي ممكن نصمم بها المفاوضات، أتثبت رياضيا إنه مفيش طريقة أحسن ليك لتفاوض غير إنك تكون أنت اللي بتقدم الاقتراح بشكل أحادي. البدائل ممكن، بس تدي قوة التفاوض لخصمك من غير أي فايدة حقيقية ليك. على فكرة، الورقة دي اتكتبت وأنا في الدراسات العليا، وكان أول مؤلف فيها واحد من المشرفين على رسالة الدكتوراه بتاعتي، والتاني كان واحد من زمايلي في جامعة روتشستر في نفس الوقت. على أي حال، نتيجة فاي وكينكل بتحدد نطاق السؤال لمجموعة من المفاوضات في فترة زمنية واحدة من غير أي تغييرات متوقعة في توازن القوة مع مرور الوقت. للأسف بيحصل حاجة غريبة لما القوة بتتغير بين دلوقتي والمستقبل، زي مثلا لو إيران ممكن تطور أسلحة نووية. خليني أوضح المشكلة في الحالة القصوى لما إيران يكون عندها كل سلطة تقديم العرض. بعد كده في المستقبل لما ميزان القوة يبقى بالشكل ده، إيران هتقسم الحاجة اللي بيتفاوضوا عليها بحيث تضمن إن الولايات المتحدة تبقى بالكاد مستعدة تقبل. لو رجعنا للحاضر، الولايات المتحدة تقدر تأمن لحد هنا ما قص تكاليفها لو حاربت عشان تمنع تغيير ميزان القوة. ده وضع أصعب بكتير عشان تضمن فيه السلام، مقارنة مثلا لما الولايات المتحدة تكون هي اللي مسيطرة على كل سلطة تقديم العرض في المستقبل، وساعتها تقدر تفرض التسوية بعدين. لحد هنا عشان كده حتى لو إيران قدمت تنازل كبير دلوقتي أكبر بكتير من اللي أمريكا ممكن تتوقعه لو القوة كانت ثابتة، ممكن برضو ده ما يكونش كفاية لأمريكا عشان تتحمل عواقب تغيير القوة
على المدى البعيد. لما تخلص من كل التعقيدات، المنطق الأساسي هنا في الآخر بسيط وواضح. سلة تقديم العرض اللي عند إيران بسبب مضيق هرمز معناها إن إيران في النهاية هتقدر تضمن لنفسها صفقة كويسة على المدى البعيد. بس ده معناه إن الولايات المتحدة هتاخد صفقة أقل جاذبية على المدى البعيد، وده بيخلي واشنطن مش عايزة تتقبل تحول القوة لصالح إيران. وده جزئياً ممكن يكون السبب اللي دخلنا بيه في الصراع الحالي من الأساس. إدارة ترامب اللي عادة سريعة اللجوء إلى القوة، طالما مش هيبقى في قوات على الأرض بتفضل تحارب بدل ما تخلي الولايات المتحدة تتعامل مع عواقب إيران نووية على المدى الطويل. دلوقتي ممكن نوقف هنا. اتعلمنا حاجة لطيفة عن سلطة تقديم العرض، وشفنا نتيجة غير مباشرة ومش بنفس الوضوح لما بيكون فيه تغير في القوة العسكرية. بس لسه عايشين في عالم فيه حرب، ولسه فيه مفاوضات قسرية شغالة. فخلينا ناخد المنطق ده خطوة كمان ونروح أكتر ناحية الشرق عشان نناقش ليه نفس المبدأ ده بيبان إنه بيسبب مشكلة كبيرة مع تايوان. بس يمكن يكون فيه شوية أمل أكتر هناك. قدرة تحديد العرض التفاوضي عبر المضيق هنا أبسط أو أوضح شوية. بكين يهمها تقلل سيادة تايوان لأقصى درجة، وبشكل عام تايوان هي اللي بتحدد إزاي ده يمشي، طالما ما فيش غزو من جيش التحرير الشعبي. لو تايبي عايزة تعلن نفسها عاصمة لدولة مستقلة تماماً وذات سيادة كاملة تقدر تعمل كده، ولو عايزة بدل كده تختار موقعاً على طيف سياسة الصين الواحدة تقدر تعمل ده برضه. وفي الوقت نفسه قدرة بكين على فرض القرار ده من غير حرب تعتبر محدودة جداً. شي يقدر يستخدم نفوذه علشان يجبر تايوان تلبس زي صيني في المنافسات الدولية، أو يقدر يفرض الكلمة الصينية اللي يستخدموها بالضبط علشان يترجموا كلمة صيني في تايبيه الصينية، وأيوة ده فعلا حصل قبل كده. أو يقدر يمنع رئيس تايوان من الطيران فوق دول طرف ثالث أو طرف تاني. بصراحة حتى إذا كنا نوصفهم كدول طرف تاني أو دول طرف ثالث، الموضوع نفسه يدخل تحت نفس التصنيف. في النهاية ده كله مسرحية سياسية. تايبيه هي اللي بتقترح الحاجة اللي في الآخر بتكون هي المهمة فعلا. المشكلة الأساسية في العلاقات عبر المضيق دلوقتي هي التغير المتوقع في توازن القوى. البر الرئيسي بيعاني من أزمة سكانية. أنت محتاج عدد ضخم من القوة البشرية عشان تغزو الجزيرة، والباقي أنت عارفة. وده فوراً بيرجعنا لنفس المشكلة اللي قبل كده، ويمكن أسوأ كمان، عشان قوة التفاوض بقت في صالح تايوان بشكل كبير. وده خلينا نخاف إن الحرب العالمية الثالثة تبقى حقيقة. مع ذلك في فرق كبير بين هياكل الحكومة في إيران وتايوان. الأنظمة الديمقراطية غالباً بتكون أفضل في الحفاظ على الوضع الحالي، خصوصاً الأنظمة الرئاسية اللي بتحتاج القوانين تعدي على أكثر من نقطة تعطيل. فكر بس في قد إيه ناس كتير في الولايات المتحدة بيتضايقوا من صعوبة تمرير التصويتات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكمان لازم ياخدوا توقيع الرئيس. تايوان مختلفة شوية لأنها عندها مجلس تشريعي واحد بس. دي طريقة علم سياسة متفذلكة علشان يقولوا إن عندهم مجلس نواب بس مفيش مجلس شيوخ، أو يمكن يكون عندهم مجلس شيوخ بس مفيش مجلس نواب. في كل الأحوال تايوان لسه عندها مشكلتين لما ترجع تدخل الرئيس في الموضوع، وكمان فيه القدرة على تمرير تعديلات دستورية، ودي بتحتاج إجراءات أكتر عشان تتلغى. يعني لو تايوان قلقانة إنه الصين ممكن تغزوها بسبب اللي الجزيرة ناوية تعمله في المستقبل، الحكومة ممكن تبدأ تمرر قوانين تقيد نفسها في قدرتها على تغيير الوضع الحالي في المستقبل. طبعاً التعهدات الموثوقة اللي تقدر تايوان تقدمها لها حدود. لو بعد 10 سنين البرلمان والسلطة التنفيذية اتفقوا إن الوقت جه إن تايوان تبقى مستقلة، الحكومة النهاردة مش هتقدر تعمل كتير علشان تمنع ده. خارج الإطار القانوني، رئيس متمرد ممكن كمان يبدأ يتصرف أكتر زي رئيس دولة ذات سيادة، ويوصف تايوان كدولة مستقلة في الخطابات العامة. ده ممكن يختلف عن القانون الساري في البلد، بس بكين يهمها الانطباع العام زي ما يهمها الوضع القانوني بالضبط. دلوقتي هل ده هيمنع غزو من البر الرئيسي؟ مش واضح. حتى لو بكين كان عندها كل قوة الاقتراح، تغير القدرات العسكرية ممكن برضو يسبب حرب.
وبالتالي المؤسسات الديمقراطية مش حل سحري لكل مشاكلنا مع الحروب الوقائية، بس هي أحسن من النظام المؤسسي الاستبدادي اللي فيه شخص واحد ممكن يغير رأيه وفجأة يقلب كل السياسات الموجودة. طيب، إيه هي الخلاصة بتاعتنا النهاردة؟ تكاليف الحرب معناها إن في حلول كتير أفضل من القتال، وده ليه تأثير كبير على توزيع المكاسب والخسائر بين الأطراف. قوة الاقتراح هي اللي بتحدد مين يقدر يستغل الفروق دي. سيطرة إيران على تقديم الاقتراحات بخصوص سياسة مضيق هرمز بتخلق تعقيدات في التعامل مع تغير القوة مع مرور الوقت. والمؤسسات الديمقراطية في تايوان ممكن تخفف من مشكلة مشابهة على طول مضيق تايوان. زي ما قلت في البداية، موضوع النهاردة أصلاً جالي من سؤال كان موجه لسلسلتي الجديدة على لاينز ومابس إكسترا، اللي بحاول فيها أجاوب على أهم تساؤلات المشاهدين عن العالم في 8 دقايق أو أقل. شوفوا قائمة التشغيل كلها من هنا. ولو عجبك فيديو النهاردة ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفك المرة الجاية. خلي بالك من نفسك.